ماشي مجرد توقيع بروتوكولي، بل هو تحالف استراتيجي كيرسم معالم مستقبل السيادة الغذائية للمملكة. وزارة الفلاحة، وزارة المالية، OCP وجامعة UMCSP، أربعة الأقطاب كتحد اليوم باش تنزل رؤية جلالة الملك في استراتيجية الجيل الأخضر. هاد الشراكة مبنية على ركائز صلبة، أولها صحة التربة. الهدف هو نفهموا الأرض ديالنا أكثر باش نعطيوها التسميد المناسب اللي كتحتاجه المحاصيل بالضبط، بلا زيادة ولا نقصان. ثانياً، دعم الفلاح في الميدان. الاتفاقية كتركز على توفير وسائل الإنتاج والمواكبة المباشرة وتطوير حلول أجريتيك مغربية، يعني تكنولوجيا مطورة في بلادنا وكتلبي احتياجات الفلاح المغربي. المناخ كيتغير والمغرب كيتأقلم. هاد الشراكة كتعزز صمود الفلاحين من خلال برامج ملموسة. 1. الزرع المباشر للحفاظ على رطوبة التربة. 2. الزراعة الغابوية وإعادة تأهيل البقوليات. 3. التدبير المستدام للمياه، حيث كل قطرة ماء عندها قيمتها. وزيادة على هذا الشيء غادي يتم إحداث ضيعات فلاحية نموذجية كتجمع بين العلم والتطبيق باش الفلاح يشوف النتائج قدام عينيه. قوة هذه الاتفاقية هي إشراك المنظومة التعليمية الكبرى. تنسيق غادي يجمع بين المعاهد الوطنية والجامعة لتطوير برامج بحث زراعي تطبيقي. الغرض هو تكوين مهندسين وأطر قادرين يواكبوا هذا التحول الرقمي الفلاحي. وهذه المشاريع ما غاديش تبقى حبر على ورق، بل غادي تنزل عبر اتفاقيات خاصة من 3 ل 5 سنوات بميزانيات محددة وأهداف دقيقة لضمان الفعالية. بفضل هذه المبادرة المغرب كيجدد التزامه بفلاحة شاملة ومبتكرة، فلاحة ما كتحميش بالسيادة الغذائية الوطنية، بل كتجعل من المملكة فاعل محوري في التعاون جنوب جنوب. الهدف واضح: تقاسم المعرفة والخبرة مع القارة الإفريقية وبناء مستقبل أخضر ومستدام للجميع. الابتكار في خدمة الأرض، السيادة في خدمة الوطن.